أم محمد أهلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أم محمد. بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. ممكن كلمة الدكتور؟ الدكتور يستمع لك، تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. وأنت بسلامة وعافية وصحة وإيمان. الصحة والعافية. أنا عندي بنت عمرها 25 سنة. نعم. من فترة سنة تقريبا عملت رجيم حاد، وصرنا نقول لها يعني لا تسوي رجيم قوي عشان شعرك ما ينزل. فبعدين صار شعرها يتصاب، تصاؤب طبيعي بعد أي رجيم. المشكلة إنه من العطلة الصيفية لهلا جايتها أزمة نفسية على شعرها، يعني بتضلها تبكي وتدعي على حالها بالموت. هلا هي على أبواب تخرج، يعني عندها الترم خلص تتخرج من الجامعة، وعندها ولد عمره 2.5 سنين. نعم. المشكلة إنه يعني تكلمنا معها بعدة أشياء إنه نقنعها، لا بالنهاية اقتنعت ولا بالعاطل اقتنعت، ما في غير قاعدة عم تبكي وبس، نفسيتها معقدة، حتى مش منتبهة لا لزوجها ولا لولدها. نعم. فهي طبيعتها انها حساسة. نعم. يعني من حتى لدرجة انه كانت اول شيء تخصص كيمياء 2 سنين، وبسبب دكتورة بالجامعة تركت التخصص وانتقلت التخصص ثاني وعادت من اول وجديد. فكيف نتعامل مع هذه النفسية؟ طيب زارت طبيب نفسي ولا شيء؟ لا والله ولا شيء، بس زارت دكتورة شعر وقالت لها يعني شعرك عادي، ما بهالتصاؤب اللي كتير. طبيعتها هي دقيقة جدا في أمور حياتها. كثير دقيقة وممتازة بدراستها، يعني من المتفوقات. جميل. بسيطة. يعني حتى أيام الاختبارات احنا بنعيش بأزمة بنعيش. جميل. يعني بده كلمة تحفظ، وحدة بجامعة كلمة بتحفظ. هذه يا أمي بنتك هذه مشكلتها ليست بالرجيم، مشكلة بنتك حتى قبل الزواج، المشكلة في شخصيتها. اسمعي لي شو اشرح لك فيها شوي. طبيعة شخصيتها وتسمى الشخصية القلقة، تكلمنا عنها عدة مرات. هذه الشخصية تكون حساسة دقيقة مثالية. وهذه البنت حقيقة أنا في نظري أن الله سبحانه وتعالى قدر لها زوج حنون وطيب وأليف مع مش لهالدرجة الزوج. أرجو أن ما يكون جزء من كفران العشيرة. لا والله مش كفران العشيرة، زوجها يعني واقعي صراحة، ما طبيعي من هالشباب. ينتقدها دائما؟ والله تعاون معي يوم شعرها مسكين، حتى وديها دكتور، أنا قلت له ما تحتاج، قال لي لا عشان ريح راسي. لا قصدي ينتقدها كثيرا. لا والله ما يهينها. بس أنا بعترف. واحدة لا يمه، لأن احنا فتحنا موضوع وأنا فتحت وأنت معي على الهواء قاصد ترى. هل يهينها كثيرا؟ لا ما يهينها، بس هي يعني بتقصر بواجباته صراحة، مقصرة هي بواجبات الزوج وبالطفل، يعني كل واجباتها حطتها للدراسة بس. طيب الآن بنتك تقول مقصرة بواجبات زوجها. أنا إيش مقصرة واحدة مقصرة بواجبات طفلها، هذا كلامك. أيوه. الرجل لا يهينها مطلقا، لا يغضب عليها مطلقا. بلا يغضب زوجها، ليش ما يغضب؟ أنا سألتك في البداية تقول ما يهينها. يعني ما يهينها من غير سبب، أنا قصدي. يهينها بسبب ولا يغضب أيوة فقط؟ بسبب، مش بلا سبب، بسبب، يعني عشان أنا ما حرام، أنا يعني إيش هذا الكلام الحاد، يهينها بسبب. طيب بسألك يا أمي، لو عندك ولد يبغى يتزوج وعندك واحدة زي البنت هذه، تزوجيها ولدك ولا لا؟ لا بزوجها، لأنها حنون كثير، يعني صحيح أنها حسيت زيادة عن اللزوم، بس حنون كثير. طيب ولو عندك بنت ثانية وعندك زي الولد هذا وتقدم واحد زي الشخصية هذه، تزوجيها ولا لا؟ لا بزوجها، شو المشكلة؟ طيب زين. طيب بس أنا بدي الحل، أنا أعطيك الحل الحين. شكرا محمد. نرجع لأم سلمى. نخلص أم محمد شاك ما دامت حارة، ما دامت في الموضوع. طيب تفضل. أم محمد البنت تعاني ما يسمى بالشخصية القلقة، وهذه شخصية حساسة دقيقة مثالية، وأعتقد زوجها متحملها لأنه يحبها كثيرا. لكن دائما عادة الأمهات وعادة البنات والله لا في شيء، إيش في الولد ما قدر نلقى عيب. يعني تكلمت معها قالت يغضب إذا أخطأ، طبيعي نغضب إذا أخطأوا، يعني ما لقت عليه عيب آخر. تماما. ما عند بنتها والله معليش بنتي مقصرة بحق زوجها، مقصرة بحقه، وش بقي أجل؟ زوجها قصر بحق الزوج والطفل، وش بقي من مزايا؟ قالت هي حنونة، بطبعها جزء من بنيتها أنها حنونة، لكن ما رأى ذلك الرجل هذا الحنان، رأت الأم الحنان. لربما الأم رأت حبها لبنتها تسميه حنانا، لكن هذا الرجل ما رأى الحنان. يعني قد تكون بنت رائعة لكن ليس بالضرورة أن تكون زوجة رائعة. وحتى التفاوض على بنت رائعة، البنت هذه دقيقة جدا، وسواسية جدا، همامة جدا، حتى دراستها قلبتها من شيء إلى شيء، مشكلتها في شخصيتها من قبل الزواج، وتعاني من الشخصية القلقة الوسواسية هذه، لربما أصاب شيء من نفحات الكآبة، لكن إشكاليتها في طبعها الشخصية، وهذا الطبع جل قدرتها على التكيف والتعامل مع الضغوط أقل. هذه الحالة يجب أن تعالج بالجلسات النفسية، لا تحتاج دواء في هذه المرحلة، وهي حساسة لشكلها ومظهرها، حساسية كبيرة.
طيب يعني أنت توصيها أنها تروح لازم تخضع لجلسات العلاج المعرفي والعلاج الاستبصاري لهذه ولا الحالة. تحتاج دواء؟ في المرحلة الراهنة لا أنصح بدواء، لكن فيما بعد ربما لو صارت مقاومة أو وجد بعض نفحات الكآبة لربما كان الدواء إضافة ضرورية لمثل هذه الحالة.